رجعتي في يوم من شغلك جعانة ومش قادرة تحضري أكل، فكلمتي مطعم وطلبتي ساندوتش. الأوردر وصل واستلمتيه، فتحتي الأكل لقيتي مفيش بطاطس زي ما انتي طلبتي، فاتصلتي بالمطعم تتخانقي معاهم. رد عليكي واحد بأسلوب مهذب جدا واعتذر لك عن الخطأ الغير مقصود ده، وإنه متفهم جدا غضبك وانفعالك، وقالك إن البطاطس هتتبعت لك حالا دلوقتي ومعاها ساندوتش تاني عشان اللي عندك أكيد هيكون برد. فإيه رأيك؟ لسه زعلانة؟ هنتبع تكنيك بسيط في التعامل مع العميل الغاضب من 3 خطوات. أول خطوة: اهتم بالعميل أولا. 2: خد المسؤولية. 3: قدم له شيء إضافي. نشرح الخطوات بالتفصيل. الخطوة الأولى وهي اهتم بالعميل أولا. أول حاجة: اسمع بعناية وبلاش تقاطعه، سيبه يحكي، خليه يفرغ شحنة الغضب اللي عنده، وما تحاولش إنك تستنتج، سيبه يكمل كلامه، عشان انت لو استنتجت غلط ممكن يفقد الثقة فيك. 2: اظهر قدر من التعاطف، زي انك تقول مثلا: انا متفهم جدا موقف حضرتك واكيد انت معاك حق، او انا برضو لو كنت مكانك اكيد هكون متضايق طبعا. تالت حاجة: خليه يستخدم جانب المنطق من دماغه. العاطفة والغضب والانفعال بيكون المسؤول عنهم هو الجزء اليمين من المخ، في حين ان الجزء الشمال بيكون مسؤول عن المنطق والتحليل والحسابات. فانت هنا هتحاول انك تنقل التحكم والكنترول للجزء الشمال من دماغ العميل، وده بيكون عن طريق انك توجه للعميل كام سؤال مغلق كده او closed questions، عشان تكون انت اللي بتتحكم فيهم وهو يبطل استرسال في الكلام ويبدأ يستخدم الجزء الشمال من مخه. اسئلة زي: مع حضرتك الفاتورة، بطاقة حضرتك لو سمحت، ممكن رقم موبايلك، رقم الشكوى اللي حضرتك سجلتها قبل كده، او اي دوكيومنت حتى لو انت مش هتستخدمها فعليا، ويا ريت لو رجع عربيته عشان يدور عليها. المهم انك تخرجه من سيطرة العاطفة والانفعال عليه ويبدأ يستخدم الجانب المنطقي من دماغه. النقطة التانية وهي انك تاخد المسؤولية. حاول توصله انك اصبحت مسؤول عن مشكلته وانك هتاخدها على عاتقك لحد ما تحلها، ومش من الاحترافية انك تلقي باللوم على حد من زمايلك او على ادارة تانية في الشركة، او انك تحاول تدور على مبرر للمشكلة. ده مش فارق ولا هيفرق مع العميل. حاول تكرر اسمه وانت بتتكلم معاه، ده هيخلي فيه شيء من الألفة ما بينكم. ولو صوته عالي حاول بقدر الإمكان تبعده عن باقي العملاء. استخدم الاستماع العكسي، يعني انك تعيد عليه طرح المشكلة بنفس اسلوبه، يعني تقول له مثلا: اللي فهمته من حضرتك ان المشكلة هي كذا، وده اللي احنا عايزين نلاقي له حل مناسب ويكون مرضي لحضرتك، عشان تتأكد انك فهمتها وانك ما نسيتش حاجة. واسأله لو لسه في حاجة مش واضحة بالنسبة لك، واطرح عليه الخيارات المتاحة ده لو عندك، وفهمه الإجراءات اللي هتقوم بيها. أحيانا بيكون كلام العميل على قدر من الوقاحة، الكلام مش موجه ليك على المستوى الشخصي، لكن برضه خليك حازم ومهذب في نفس الوقت. آخر حاجة وهي إنك تقدم شيء إضافي، إنك تقدم للعميل حاجة إكسترا كنوع من التعويض، ده هيخليه يشعر إنه مهم بالنسبة لك، وممكن تتحول حالة الغضب لحالة من الرضا، خاصة لو الحاجة دي مش متوقعة بالنسبة للعميل. طبعا الحاجة اللي انت هتقدمها هتكون في حدود المتاح من إمكانياتك أو طبقا لسياسة الشركة في تعويض العملاء. على الأقل اعمل انت حتى معاه فولو اب بالتليفون عشان تطمن ان المشكلة ما رجعتش مرة تانية. حاول تجرب النصايح اللي قلناها في الفيديو ده وقول لنا في الكومنتس كانت ايه النتيجة. شكرا على المشاهدة ونتقابل قريب ان شاء الله.